السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة شهيوات أم حفصة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير عصير سهل وسريع في دقائق واقتصادي وجد لذيذ. عصير بالفريز والباربة بمذاق البرتقال. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج 250 غرام حتى 300 غرام ديال الفراولة أو الفريز اللي من الأحسن يكون طازج كيعطي مذاق ألذ. عندي قشرة ديال البرتقالة محكوكة، ليمونة محكوكة اللي ممكن تعوضوها بسكر فانيلا، 7 غرامات من السكر فانيلا. أنا هنا كنفضل القشرة ديال البرتقال، كتعطيني مذاق رائع ومنعش وكتغبي ليا المذاق ديال الباربة اولا الشمندر. وعندي هنا حبه من الشمندر اولا الباربة بهذا الشكل هذا، ماشي صغيره بزاف وماشي كبيره بزاف. عندي هنا السكر على حسب الذوق. عندي علبه صغيره من الياغورت بنكهه الفراوله، الوزن ديالها 60 غرام. وعندي الماء على حسب الحاجه او على حسب الكثافه ديال العصير كيفاش بغيناه. الا بغيناه خفيف كنكثروا الماء، والا بغيناه ثقيل كنقلوا الماء. غادي نبداو بسم الله. خديت الكاس ديال العصير وقطعت فيه الفريز. غادي نضيف القشره ديال البرتقاله والسكر على حسب الذوق. انا هنا غادي ندير 3 ملاعق كبيره. غادي نضيف الياغورت وغادي ندير كلشي كيتطحن حتى كيطحن ليا العصير مزيان. وغادي نطحن العصير مزيان. هذا هو الشكل ديال العصير بعد ما كنطحنو وكنصفيه من الغرس ديال الفريز. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع ومنعش وصحي. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. الى عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بالجديد. إلى اللقاء.